السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني الكرام، عندنا لكم فيديو جديد بعد طول غياب. غادي نديروا اخر اخبار محترفين المغاربه في دوري ابطال اوروبا، كل من اشرف حكيمي، حكيم زياش، نصير مزراوي، سفيان امرابط، وكذلك عندنا يوسف النصيري، وغندرو كذلك سفيان رحيمي، وكذلك غندرو لامين الوزاني وسليم املاح. ديروا لنا خوتي اشتراك ولايك. البدايه غتكون مع اشرف حكيمي اللي كيخسروا امام الميلان في دوري ابطال اوروبا بهدفين مقابل هدف واحد. اشرف حكيمي هاد المباراه هادي اللي خسروا كيفقدوا الصداره ديال دوري ابطال اوروبا بعد فوز دورتموند على نيوكاسل بهدفين لصفر. وكما شفنا دورتموند هو المتصدر بسبعه نقاط، باريس سان جيرمان عندهم 6 وكذلك الميلان 5 ونيوكاسل 4. المجموعه كما كنقولوا كل شيء ممكن يتأهل. وبالنسبة لحكيمي التقييم ديالو في المباراة كان هو 7.0. بالنسبة لحكيم زياش غيعود غدا ان شاء الله في دوري ابطال اوروبا امام البايرن مع فريقه غالاتا ساراي، وغنشوفوا واش غيقدروا يتعادلوا ولا يربحوا. يعني هذه مباراة مهمة جدا لغالاتا ساراي، الا خسروا فيها وربحوا مانشستر يونايتد يعني غيوليو كيحتلوا المركز الثالث. وبالنسبة لنصر المزراوي هما المرشحين للفوز على غالاتا ساراي. بالنسبة لسفيان امرابط المعاناة ديالو مع نادي مانشستر يونايتد، وشنا المدرب مبقاش كيلعبوا في المباريات الاخيرة، وما لعبوش هذه المباراة الاخيرة هذه اللي ربحوها بواحد الصفر. وكما شفنا المباراة جوج اللي قبل منهم لعبهم 45 دقيقة في 45 دقيقة، يعني اللاعب ثلاثة المباريات لعب مباراة واحدة فقط. بنسبة كبيرة كنتمنى ان شاء الله غادي يشارك سفيان مرابط كأساسي. بالنسبة ليوسف النصيري غدا سيواجه أرسنال، وبنسبة كبيرة إلا ما فازوش ما غاديش يتأهلوا بهذه المجموعة هذه اللي صعيبة حتى هي. وكما شفنا إلا ربحوا فريق إشبيلية على الأقل ولا رجعوا بتعادل بإمكانهم يتأهلوا لهذه المجموعة حتى هي صعيبة كما كنقولوا. تبعثرت الأوراق ديالها بعد ما خسرت إشبيلية وكما شفنا، وكنتمنى إن شاء الله يوسف النصيري غدا نرجعوا بفوز. بالنسبة لأمين الوزاني اللي كيتألق مع فريقه وكيهدي الفوز الفريق ديالو، كما شفنا امين الوزاني سجل هدف اللهم بارك وزيد في ذلك البارح كلا حره. كما شفنا بالرجل اليسرى بوم اللهم بارك وزيد في ذلك. قدم مباراه في المستوى امين الوزاني، وكنتمناو له ان شاء الله التوفيق. وكما شفنا حسم الجدل اللي غيلعب المغرب، كما شفنا خرج شائعات على انه غيلعب للجزائر، هادشي ما كاين منه والو، والتقييم ديالو كان هو 7+7، وكنتمناو له ان شاء الله التوفيق. بالنسبة لسليم أملاح كيتلقى إصابة مع فريقه فالنسيا وغيغيب على اللائحة ديال والد الركراكي المقبلة بنسبة كبيرة. وكما شفنا عنده إصابة عضلية، كنتمناو له إن شاء الله الشفاء العاجل ويرجع في أقرب وقت ممكن. كما كنعرفوا محتاجين سليم أملاح يكون حاضر في كأس إفريقيا القادمة، وكما كنعرفوا سليم أملاح كيلعب كأساسي في وسط ميدان المنتخب المغربي، وكنتمناو له إن شاء الله الشفاء العاجل. بالنسبة لسفيان رحيمي كيفوز مع فريق العين على الفيحاء السعودي بثلاثة الأهداف مقابل هدفين في دوري أبطال آسيا، وكيتألق في هذه المباراة ديال سفيان رحيمي كيسجل هدف وكيصنع هدف اللهم بارك وزيد في ذلك سفيان رحيمي. غنشوفوا هاد الركراكي واش غيستدعي في اللائحة القادمة، وكنتمناو له التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله.